براهن إنك في آخر الفيديو ده هتتحول من شخص خبرته بسيطة في صناعة المحتوى إلى شخص مع الأساسيات الكافية إنه يعمل محتوى قابل للانتشار بسهولة، وده عن طريق الخمس محطات اللي هنعدي عليهم على مدار الفيديو سوا، ورقم خمسة هي الأهم، فاربط حزامك وتعالى معايا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أهمية المحتوى وليه لازم أبدأ فيه في وقتنا الحالي، وفي الفيديو ده هكلمك عن أساسيات المحتوى وعوامل انتشار المحتوى الفيرال، بالتحديد المحتوى المرئي اللي هي الفيديوهات والمقاطع القصيرة. الناس مفكرة إن اللي بيساعد أي فيديو على الانتشار هو المونتاج الحلو والسكريبت الكويس والتصوير الممتاز، بس ده كله ملوش أي لازمة لو أنت الفكرة بتاعتك وحشة، ودي حاجة لازم أنت تاخدها في الاعتبار قبل ما تبدأ أي حاجة. دلوقتي بعد ما جبت الفكرة الحلوة، أول محطة معانا هتكون الهوك. باختصار هو أول 3 ثواني في الفيديو بتاعك اللي بتشد المشاهد إنه يكمل باقي الفيديو. تعال أديك مثال على هوك قوي وهوك ضعيف. لو أنا مثلا هعمل فيديو على كيفية اختيار الكتاب المناسب للقراءة بالنسبة ليا، تفضل إن أبدأ الفيديو بالجملة دي. في الفيديو ده هعرفك إزاي تختار الكتاب المناسب ليك، ولا بالجملة دي: اشتريت قبل كده كتاب واكتشفت إنك انخدعت فيه، تعال أوريك ليه. في رأيك أي واحد أحسن ويشد المشاهد يكمل؟ هسيب لك الإجابة. وتاني محطة معانا وهي بسيطة جدا وهي الفور شادوينج أو حرق الأحداث، إن أديك نبذة عن أحداث الفيديو القادمة بس في الأول، وده بيستخدمه كتير مشاهير كبار زي جو حطاب، إنه بيجيب لك كذا لقطة للفيديو ورا بعض بسرعة، فيبقى عندك فضول إنك تكمل الفيديو للآخر. دلوقتي تالت محطة معانا وهو السكريبت نفسه، وهو بكل بساطة أنا هعمل وهقول إيه في الفيديو، بس لازم يكون في أحداث كتيرة وتختصر وتقول الكلام بأسرع طريقة ممكنة. هتقولي ليه يا محمد؟ هاقول لك نفس السبب اللي استخدمت فيه hook كويس والfore shadowing، إن المشاهد ما يملّش منّي ويكمّل الفيديو للآخر. رابع محطة معانا وهي اللي المشاهد بيبقى داخل الفيديو عشانها، وهي اسمها الpay off. أدّيك مثال: لو عامل فيديو عنوانه أنا كسبت كام من اليوتيوب في يوم، في الpay off هاقول للمشاهد أنا كسبت كام، مثلًا $1000، وعادةً الpay off بيكون في آخر الفيديو. طيب دلوقتي نيجي لآخر محطة، بس قبل ما ندخل فيها عايزك تسأل نفسك سؤال: هو ليه أنا عمّال أقول لك إنك تحاول تخلّي المشاهد يشوف أكبر نسبة من الفيديو؟ وده هيودينا لآخر محطة اللي هي الretention rate. الretention rate بكل بساطة هي النسبة المئوية للناس اللي شاهدت الفيديو وكمّلته للنهاية، وهي أهم نسبة لإن معظم المنصات بتعتمد على النسبة دي، وهتقرر بناءً على النسبة دي هتنشر الفيديو بتاعك أكتر والّا لأ. مثال على آخر فيديو نزّلته، نسبة المشاهدين اللي وصلوا لنُص الفيديو تقريبًا كانت 22%، وتعتبر نسبة قليلة عشان الفيديو ما انتشرش بشكل كبير. طيب تعالَ معايا نلخّص إحنا اتعلمنا إيه في الفيديو ده بشكل سريع. إيه هو الhook، وإيه هو الforeshadowing، وليه بنستخدمهم، وحاجات نركّز عليها وإحنا بنكتب الscript، وآخر مرحلة اللي إحنا اتعلمناها اللي هي الpay off، وعرفنا برضه إيه هو الretention rate وأهميته، وبس كده. لو حابب تستفيد أكتر تقدر تدخل معانا على قناة برومايند، فيها حاجات مفيدة فوق ما أنت تتخيل. أنا محمد عز الدين والسلام عليكم.